اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده وملاعب وابطال. النهارده حلقتنا فيها نوع من الاختلاف، مش بس ان احنا بنقدم رياضه، هي رياضه ممكن كلنا متعارفين عليها او بنسمع عنها، لكن الرياضه دي عملت حاجه مختلفه. في الفتره الاخيره الرياضه دي بقى ليها اتحاد، وبعد ما بقى ليها اتحاد التحقت باحدى البطولات الافريقيه، وكانت كاس افريقيا لبطوله الكيك بوكس. الرياضه دي لما التحقت وتم الالتحاق بالفعل بالبطوله، حصل ان احنا بقى فزنا ب8 ميداليات. عملنا كده تحقيق للبطولات بشكل غريب، مش غريب عليهم، بس هو غريب ان احنا يكون لسه في اتحاد وفي اهتمام وفي مشاركه على مستوى القاره، ونلاقي نفسنا كده احنا فزنا وبقى لينا موضوعنا وقلنا احنا اهو. وده طبعا حال الرياضات المصريه والرياضات بشكل عام في مصر، اللي بتحاول دايما هي لما توصل للعالميه او على مستوى القاره بنحقق فعلا الكثير من البطوله، ويمكن بنحقق فيها مراكز عاليه جدا. طب ما تيجوا نتعرف اكتر بقى على موضوع بطولة افريقيا، كأس افريقيا للكيك بوكس، ونتعرف كمان على هذه الرياضة والاتحاد وغيرها من الموضوعات اللي هنناقشها. كل ده من خلال ضيفنا اللي منورنا النهارده الكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكس. اهلا وسهلا بيك يا كابتن معانا. اهلا بيك يا استاذه بابو، وبشكرك على المقدمه الجميله دي على الرياضه بتاعتنا. انا اللي بشكر حضرتك، واحنا بنشكركم بقى على اللي انتوا حققتوه، قدرتوا تحققوه. كابتن، طبعا دي رياضه من الرياضات يمكن متعارف عليها، كان في خلط شويه بينها وبين انواع مختلفه من الرياضه، هنستفيد بقى فيها، بس خلينا في الاول نركز. موضوع بطوله افريقيا، انتوا انشاتوا اتحاد وفجاه التحقتوا ببطوله افريقيا، وبعدين حققتوا بقى انجازات، 8 ميداليات، 5 ذهبيه و2 فضيه، يعني في انجاز تم بشكل كبير على المستوى القاري. قول لي بقى موضوع البطوله وكلمني عن الكواليس اللي احنا ما نعرفوش. بصي، الصوره بشكل بسيط. انشئ اتحاد 28/1/2020 في شهر 4 2021 عملنا انجاز وحصلنا على بطوله افريقيا. تمام. دي الصوره شكلها حلو، ايوه، لكن جوه الصوره دي فيها تفاصيل كتير. تمام، قول لي. طيب، الرياضه بتاعتنا في مصر بقى لها اكتر من 20 سنه. تمام، موجوده والناس بتمارسها، وبنحاول ننشرها. قبل ما يكون في اتحاد كنا لجان في اتحادات مختلفه. اجتهدنا لحد ما بقى لنا اتحاد مستقل. الاتحاد ده بيديروا ابناء اللعبه دي، اللي بيديروا لاعبين ومدربين كانوا بيشتغلوا في اللعبه دي، وكوادر اداريه ليهم بصمات في العالم الرياضي. يعني الاتحاد بتاعنا ده بيديروا. ليا الشرف، انا كابتن محمد صبيح كنت لاعب منتخب قومي وكنت مدرب منتخب قومي. النائب بتاعي كابتن محمد زعيم لاعب منتخب قومي وحكم دولي. الامين العام كابتن زينب مأمون بطله دوليه وحكم دولي. الكابتن نورة انور بطله دوليه وامين الصندوق. تعدي بقى؟ لا هكمل. انا بكمل الصوره من خلفيتها. خلفيتها معانا العقيد ايمن زايد، مسؤول المدارس العسكريه للقوات المسلحه، مسؤول في المدارس العسكريه للقوات المسلحه. معانا المستشار رامي رشاد، حد من القيادات وليه خبرات في المجال الرياضي. معانا اللواء اشرف صابر، بطل عالم في الكاراتيه وليه خبرات في العالم الرياضي وخبرات اداريه طبعا. الكوادر دي من خلف الكواليس بتدير رياضه اسمها رياضه الكيك بوكسنج، عمرها 20 سنه ولكن ما كانتش خدت حقها. طب لما خدت حقها، اول كان هدف لينا، كان عندنا هدف اساسي هو نشر اللعبه في كل مصر. في خلال سنه عندي 1000 مدرب، في خلال سنه انا موجود في جوه كل مركز شباب وجوه كل نادي. دلوقتي اللعبه بتاعتي منتشره في الاوساط البسيطه في المجتمع اللي بيطلع لي منها ابطال غير عاديين، وفي كريمه المجتمع مهتمين باللعبه وحابينها، لان ليها اشكال مختلفه ممكن نتكلم فيها تفصيلا. لعبتي موجوده في كل مصر وانتشرت، بقى بعد انتشارها بقى عندي هدف تاني وهو الاهم، تحقيق نتائج دوليه باسم مصر. بيديروا اللعبه دي كوادر اداريه بيحبوها. وعندنا خامات رائعه من الابطال الرياضيين في الالعاب النزاليه. الالعاب النزاليه فيها تشابه بيننا، واحنا دايما لينا انجازات فيها. المشكله بقى هل نقدر نعمل انجاز كبير ولا لا؟ كان رهاننا، كان اتفقنا ان احنا نعمل اقصى جهد عشان نختار منتخب يقدر يشارك ويليق باسم مصر. خدنا منتخب اعماره بين ال 17 و 23 سنه. نادرا ما تلاقي حد اكبر من كده، لكن يعني خدنا منتخب انافس بيه لمده 10 سنين جايين ان شاء الله. الولاد دول عملنا لهم تصفيه مره واثنين وثلاثه واربعه وتصفيات داخليه عشان نختار اكفأ العناصر. تمام. حطيناهم مع بعض في مواجهات مستمره لحد يوم السفر. 6 ولاد و6 بنات، هنختار منكم 3. الاول عندنا 11 ميزان، كل وزن عندي فيه 4. تمام. ثم ده في الولاد،
و7 موازين في البنات، عندي كل وزن فيه 4. تمام. نصفيهم بعد كده 2 في كل وزن، وبعدين 1 في كل وزن، وبعدين هاخد 6 لعيبه اختار منهم 3. و6 لعيبه اختار منهم 3. عندي 3 ولاد و3 بنات طلعوا مصر، طلعوا يمثلوا مصر، جديرين ان هم يمثلوا اسم مصر. قتال من اول ثانيه لاخر ثانيه عشان تحقيق الميداليه. تمام. تحقيق البطوله دي مش نزهه. في كوادر اداريه بتديروا، اتكلمنا عنهم. طب جوه البطوله في دعم سياسي شفناه في وجود السفير المصري وتواجده خلف المنتخب المصري. ولما يكون عندنا مشاكل احنا مع في يعني جوه البطوله او في، انت عارفه لما يكون في دوله مستضيفه عايزه تكسب، يعني هم هدفهم يكسبوا. احنا كنا في الكاميرون. كنا في الكاميرون. تمام. والكاميرون رئيس الاتحاد الكاميروني هو رئيس الاتحاد الافريقي. تمام. وكل حلمهم ان هم يكسبوا البطوله. يعني مش هزكي اللي احنا عملناه، بس على قد ما نقدر ضغطنا لحد اخر ثانيه. كانت المنافسه بيننا وبين الكاميرون قريبه، لكن الحمد لله بتوفيق ربنا قبل اي حاجه بالكوادر اللي هم بيديروا اللعبه اللي كانوا موجودين معايا. كان معايا يعني مدربين على اعلى مستوى، حكام على اعلى مستوى، الاداره السياسيه معانا اللي هي موجوده من الدوله، اللي هو السفير المصري بالكاميرون والقنصل المصري بالكاميرون. على قد ما اقدر من خبرات عندنا قدرنا نحافظ على كل نقطه لحد ما نحقق الفوز. طب قول لي يا كابتن، هم كانوا 5 دول مشاركين تقريبا. في العادي المفروض ان تبقى في 5 دول؟ لا. الطبيعي ان توصل ل 15 دوله، ده الطبيعي. بس عشان تداعيات كورونا ففي دول كتير ما شاركتش. من اهمها المنتخب المغربي القوي. من يعني في بعض الدول احنا عارفين ان منافستهم قويه جدا. مين اللي كان مشارك؟ انتم؟ احنا والكاميرون كنا في الصداره. كان معانا مالي، بصراحه كان منافسه غير بسيطه. يعني وسط افريقيا، يعني جنوب دول من جنوب افريقيا. المنافسه الى حد ما يعني مشرفه. اقواها كان في منافستنا كان الكاميرون. وكان تقريبا بنلعبهم في النهائيات تقريبا في كل الموازين. لكن ربنا قدرنا ان شاء الله وتوفيقه انه يرفع راسنا في اول مشاركه لينا. وكانت نهايه الصوره اللي انت قلت عليها الجميله دي، الاتحاد اللي عمره سنه هو اول افريقيا. تمام. 8 ميداليات. 8 ميداليات، 6 ذهب. 6 ذهب. تاني باكد 6 ذهب و2 فضه. 6 منافسات في النهائي ذهب و2 فضه. احنا الناس كانوا مصدومين. يعني كل ما بناخد ميداليه يعني ماشي مصر موجوده، مصر كويسه، مصر بتنافس، مصر ممكن تجيب يعني الاربعه الاول. لا، مصر هتجيب اول. الحمد لله مصر اول. احنا هو معانا تقريبا جزء منها على الشاشه. طب قول لي يا كابتن، الاتحاد يمكن هو انت قلت في البدايه ان انتوا كنتوا لجان داخل في اتحادات مختلفه زي الكونغ فو والملاكمه. ناس بيحصل لها خلط. قبل ما نتكلم عن الاتحاد، خلط بين ان انا تبع الملاكمه، ولا انا شكل من اشكال الكونغ فو، ولا انا ميكس بينهم، ولا انا حاجه ثالثه خالص. قول لي بقى، يعني فسر لنا اكتر. يمكن كمان مش بس بيتابعنا الشباب او الناس المهتمه بالرياضه دي، في بعض الناس عاوزه تدخل ولادها رياضات فيها نوع من انواع رياضات النزال، بس في نفس الوقت تبقى فيها يعني مش قلقانه عليهم. واللي انا اعرفه عن الكيك بوكسنج ان هو ما فيهوش اي بالظبط الامان فيه، او نسبه الامان فيه اعلى بكتير من اي رياضه ثانيه من رياضات النزال. استاذ رباب، احنا الرياضه بتاعتنا في جزء منها التبعيه الاداريه. كنا في يوم من الايام تابعين لاتحاد الملاكمه، كنا في يوم من الايام تابعين لاتحاد الكونغ فو. احنا اتحاد مستقل، الاتحاد المصري للكيك بوكسنج الحمد لله اللي بشرف بادارته، ده التبعيه الاداريه. تمام. يعني لينا اتحاد مستقل. تمام. التبعيه الشكل الفني. الرياضه بتاعتنا عالميا هي تطور لمعظم رياضات الدفاع عن النفس. يعني خبراء رياضه الدفاع عن النفس المختلفه في الرياضات المختلفه اللي انا مش عايز اسميها بالاسم، بس يعني لو انت عايزه كل العاب الدفاع عن النفس تقريبا قعدوا عايزين نختار فن قتالي اكثر تطورا تمام يوصل لكل محب رياضه الدفاع عن النفس. فكان في السبعينات اختراع رياضه الكيك بوكسنج. اللي اخترعوها مدربين، حكام، فنيين، خبراء لرياضات الدفاع عن النفس المختلفه. فكروا نعمل ايه حلو. تمام. فتعاملت الكيك بوكسنج. اللعبه دخل فيها كتير من ممثلين السينما والاكشن زي فان دام وجاك لوريس. عملوا لها انتشار في العالم. تمام. احنا جزء من العالم لمست قلوبنا واحنا مقاتلين في العاب رياضيه اخرى حبيناها.
لعبنا فيها. اللعبه ما بتحتاجش امكانيات كتير، يعني باقل امكانيات قلت لك في مركز الشباب تلاقيها موجوده، تمام. في الجيمات الخاصه تلاقيها موجوده، في وسط الاماكن الراقيه قوي تلاقيها موجوده، لانها يعني ليها مواصفاتها. اولا بالشكل القتالي، هي تدرج للقتالات، الالعاب القتاليه المختلفه، لانها 7 انواع. الكيك بوكسنج 7 انواع. في انواع اكثر قوه، الناس اللي بتدور على القوه وازاي اقدر ادافع عن نفسي في اي موقف. وفي انواع اكثر مرونه ورشاقه ومرتبطه بالموسيقى، زي الميوزيكال فورمز مثلا. يعني الميوزيكال فورمز ده بيتلعب على نغمات الموسيقى في عروض قتاليه، سواء بسلاح او من غير سلاح، من غير خصم، يعني مفيش مواجهه مع خصم، يبقى قتال وهمي. فبيدي فرصه انك تلاقي اللاعب كده شبه الجمباز، شبه الباليه، فالناس تحبها. وفي بقى اللي بيحب الضرب بس مش عايز يبقى فيه لمس وكده، ففي انواع سيمي كونتاكت، لايك كونتاكت. طب انا عايز بقى ضرب وعايز ابقى جامد، وانا في يوم من الايام هبقى بطل من ابطال مصر اللي زي ما بنشوفه في مسلسل الاختيار مثلا، عايز ابقى بطل منهم، بيجوا عندنا يتمرنوا انواع الكيك بوكس الاكثر قوه، زي الكي 1، زي اللو كيك، زي الفول كونتاكت. يبقى عندنا اساليب القتال فيها بسيط، واساليب القتال فيها قوي. السيفتي فيها عالي، عندنا واقي للراس، واقي للسنان، واقي تحت الحزام، واقي للقصبه، الجلافز نفسه بيقلل الضربات. كل السيفتي ده بيخلي قوه الضربات تقل، يبقى الاصابات اقل، يبقى رياضه قتاليه بقدر اتعلم فيها الدفاع عن نفسي على اعلى مستوى، تمام، ممكن من غير عنف، وكمان فيها سيفتي. فمعظم محبين رياضات الدفاع عن النفس في العالم لما يروح يدور يتفرج على اللعبه دي ولا اللعبه دي ولا اللعبه دي بيختار الكيك بوكسنج. تمام. كمان يعني احنا بنحاول نؤهل كوادرنا باعلى ما وصلوا اليه من علوم، عشان لما حضرتك في معانا تمام. لا ده MMA. بس يعني لما حضرتك تحبي تختاري لعبه هتحبي تلعبي كيك بوكسنج. تمام ان شاء الله. تمام. طيب قول لي، يعني تعالى كده نروح للاتحاد شويه. طبعا. ونقول بالرغم ان انتوا كنتوا لجنه من ضمن اللجان في اكتر من اتحاد، الا ان الاتحاد يعني يمكن لسه بنقول 2020، يعني ما فيش سنه تقريبا، لكن ولد الاتحاد عملاقا. كان السبب في ايه بقى؟ ناس بتحب اللعبه دي، نضلت عمرها كله. احنا كنا لاعبين في منتخب مصر القومي في اللعبه دي، نضلنا عمرنا كله عشان اللعبه دي تبقى اقوى لعبه في مصر. لما جينا ننشرها حاولنا نوصل لكل جزء في الجمهوريه من اقصاها الى اقصاها، من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، بنحاول ننشر لعبتنا في كل مكان. لما بدانا في اول دوره مدربين لينا وجمعنا مدربينا، اول اجتماع للمدربين كان 500 مدرب. 500 مدرب تقدري تقولي متوسط لو المدرب عنده 100 لاعب، وهو بيزيد عن كده بكتير، بتتكلمي في 50,000 بيبداوا اللعب ده. من اول تجمع، اول بطوله لينا، اول تجمع يتعمل فيه ايفنت، عملنا بطوله فيها 5000 لاعب. في اتحادات في مصر بقى لها 20 سنه و30 سنه، مش في مصر، في العالم تمام. لا تستطيع ان تنظم حدث بالمستوى ده. ان انا العب حدث فيه 6 ملاعب، واخر حدث لينا في مصر المفتوحه، احنا عملنا مصر المفتوحه الاولى والثانيه، اخر حدث لينا فيه 8 ملاعب. 8 ملاعب، عارفه يعني ايه؟ طب انتوا كنتوا بتحضروا للموضوع، واول ما بقيتوا اتحاد انطلقتوا ولا ايه؟ احنا قعدنا صراع طويل قوي بنحاول نعمل الكيان ده. وكان في الالعاب الاخرى في مصر يعني في سنه كده مش عايزيننا نبقى موجودين. بتضافر الجهود، بدعم الدوله في النهايه، بانتصار وزير الشباب والرياضه لينا، بدعم من رئاسه الجمهوريه لينا، بدعم من يعني كل القيادات في الدوله وصلنا لهم. في الاخر كان في اتحاد اسمه الاتحاد المصري للكيك بوكسنج، ودي فتره احنا بنعتبرها العصر الذهبي للرياضه في مصر، اللي اتنشأ فيها اتحادات لالعاب كتير، احنا واحد منهم. ولكننا الحمد لله بنعتبر نفسنا او بيعتبرونا الجميع في الصداره، لان قدرنا نعمل انجاز كبير في وقت قصير. تمام. طب انت قلت ان انتوا عاوزين تنشروا اللعبه على مستوى الجمهوريه بشكل كبير. يمكن انتوا منتشرين في القاهره واسكندريه ويمكن بعض محافظات الوجه البحري. احنا في كل مصر. طب في كل نشر اللعبه تم ازاي؟ يعني اتحاد يمكن دايما اغلب بقى اللي هم عاوزين يلعبوا لعبات فيها الاهتمام بان هم الالتحاق بالبطولات ويكون ليهم شكل رسمي، دايما بيروحوا للعبات اللي ليها اتحادات، اللي بيكون لسه الدنيا مش واضحه قوي فيها، وبالاخص بقى للابطال. انا بتكلم لحد ماشي مشوار البطوله بيبقى عاوز يلتحق بلعبه معروفه ليها هويتها الخاصه بيها. ان انتوا قدرتوا ازاي تنشروا اللعبه على مستوى الجمهوريه، واي من الفئات اللي كانت ليها الجذب الاكتر او الاسرع او اللي ابتديتوا بيها وبعدين ابتدت الدنيا تنتشر؟ طيب لعبتنا زي ما احنا حكيناها لك ان هي تطور لالعاب الدفاع عن النفس. تمام. وصلنا للكوادر اللي بتشتغل على الالعاب دي وقلنا لهم شوفوا الرياضه، فبداوا يحبوها. في مده طويله في البدايه اللي هي واحنا لجان في اتحادات
بالعكس هم كانوا بيحاولوا يموتونا، كان ده سبب في انتشارنا اكتر. ليه؟ لان كان كل حد بيتفرج على مباراه عندنا بيحبها سواء لاعب او مدرب. تمام. لما بدانا احنا كاتحاد وبننشر لعبتنا، بدانا اول حاجه بالمدربين. جمعنا مدربين من كل مصر وقلنا لهم رياضه الكيك بوكسنج. الناس حابه اصلا الرياضه لبساطتها، لبساطه تعلمها. طب جمعتوا مدربين من الرياضات اللي هي رياضات النزال بشكل عام وخصصتوهم في داخل الكيك بوكسنج. في الكيك بوكسنج خدي بالك ان احنا اصلنا رياضيين، يعني اصلنا طبعا. انا كنت لاعب منتخب، كنت مدرب منتخب في العاب مختلفه انا وزمايلي، فاحنا موجودين في وسط الساحه الرياضيه، فاللي موجودين دول زي احنا بنعتبرهم زمايلنا. تمام. فقدرنا مع بعض نحط خطه لنشر لعبتنا. في البدايه كانت الناس بتتريق علينا، يعني في البدايه زي اي حد بيبني حاجه كانت الناس بتتفرج علينا كده هيعملوا ايه بالابتسامه دي اللي كانت بتزيدنا اصرار، الابتسامه اللي كانت بتبص لها كده انتوا بتضحكوا علينا، هم بيضحكوا علينا بس احنا موجودين. تمام. اتفاجئوا بينا، اتفاجئوا بقوتنا. بعد كده لما بنسمع شويه حدف طوب ولا بيأثر فينا، بالعكس بيزيدنا قوه، بنضحك كده برضه كده. اقصد ان الامر بالنسبه لنا حلبة الملاكمه، هو الامر بالنسبه لنا كده الحلبه اللي بتنافس عليها. دخلنا منافسه في الالعاب الرياضيه، احنا اتعودنا على المنافسه دي واحنا لاعبين واحنا مدربين، دخلناها في وسط الالعاب الرياضيه عشان نثبت نفسنا، وفي كل يوم بنثبت نفسنا اكتر واكبر، لدرجه الناس بقت تبص لنا ومستغربه انتوا بتعملوا ده ازاي؟ تمام. واحنا فرحانين بكده. طب حلو قوي. دي حاجه طبعا بتبسطنا جدا لما يكون عندنا رياضه من الرياضات اللي معروفه عالميا ونقدر ان احنا نوجدها ونتخصص فيها محليا، وفي نفس الوقت نقدر ان احنا نوصل للعالميه من خلالها. عايزه اعرف منك كده، خلينا بشكل مبسط، يعني لما نتفرج على اي رياضه من رياضات النزال بيختلط علينا الامر، احنا بقى كناس مشاهدين عاديين مش يعني لم نخوض هذا المضمار او هذا النوع من الرياضه. اشوف الام ام اي اقول دي الكيك بوكسنج، اشوف الملاكمه اقول دي كيك بوكسنج، بس الملاكمه يمكن معروفه قوي بس فيها شبه منها. طب يعني مختلط الامر، فخلينا بقى ايه نقرب شويه المشاهد ونقول له الرياضه دي بشكل بسيط هي عباره عن ايه، والنقاط فيها بتتحسب ازاي، وكم جوله، والدنيا فيها ماشيه يعني شكلها ازاي. تمام. لو انا قلت في بدايه حواري مع حضرتك ان الرياضه بتاعتنا دي كانت تطور لالعاب الدفاع عن النفس وانها ليها اساليب مختلفه. تمام. الاساليب المختلفه دي تبلغ 7 اساليب من اقل قوه لاكثر قوه. وكمان الرياضه بتاعتنا دي الاكثر انتشارا في العالم والاحدث في العالم، بدات تطلع تطورات بسيطه في رياضات شبيهه بيها. تمام. فحطيناها لجان عندنا. فاللي انت عرضتيه من شويه قلت لك ام ام اي ده لجنه عندنا، يعني احنا كيك بوكسنج عنده 7 انواع: لو كيك، فول كونتاكت، لايت كونتاكت، سيمي كونتاكت، كي 1، ميوزيكال فورمز. الاساليب المختلفه دي عندنا لجان للسافات، عندنا لجان للام ام اي، عندنا لجان للسامبو، عندنا لجان شندوكاي. الالعاب الشبيهه كلها حطيناها في مكان واحد اسمه الاتحاد المصري للكيك بوكسنج. طيب نقدر نفرق ازاي؟ احنا بنستخدم اسلحه الجسم منها ككيك بوكسنج. بنستخدم الضرب بالايد، تمام. بنستخدم الضرب بالرجل، بنستخدم الضرب بالركبه، ده الكيك بوكسنج. الاساليب المختلفه فيه عندنا الصامبو والام ام اي، بنستخدم فيها الاسقاط الارضي وبنستخدم فيها دي لعبات تانية. الاخضاع. دي لعبات تانية كلجان عمل جوه الاتحاد المصري للكيك بوكسنج. ماشي، بس دي لعبات تانية ولا دي من لا ضمنها؟ لا، العاب اخرى اللي من ضمنها 7 انواع اساسيه. وفي العاب اخرى احنا يعني الاتحاد مش بيضم بس الكيك بوكسنج، بيضم مجموعه من الالعاب بلجان بقى زي ما انتوا كنتوا لجنه ضمن بعض الاتحادات. تمام، ده اللي بيحصل. نقدر نقول انك لما تشوف رياضه بتتلعب على حلبة ملاكمه بيتضرب فيها بالايد وبالرجل والركبه، ده الكيك بوكسنج، او ايد ورجل بس، ده الكيك بوكسنج. تمام. بيستخدم اسلحه الجسم، بيستخدم اسلحه الجسم الطبيعيه. تمام. طيب النقاط بتتحسب ازاي؟ يعني هي كام جوله مثلا؟ احنا بنلعب في الهواه وفي الاحتراف. في الهواه بنلعب 3 جولات، في الاحتراف من 5 لحد يعني 11 جوله 12 جوله. مده الجوله قد ايه؟ مده الجوله تقريبا دقيقتين، في دقيقه راحه بين كل جوله وجوله. لو قلنا بنلعب 3 جولات في الهواه، هتكلم عن الهواه، بلعب 3 جولات، كل جوله دقيقتين، بين كل دقيقتين دقيقه راحه. تمام. طب ده بالنسبه بقى لل7 اشكال، ولا كل شكل له يعني له الرولز بتاعته والقوانين؟ هو انا كنت عايز ابسطها على المشاهد، بس هو بصراحه في اشكال ليها انفراد. يعني مثلا الميوزيكال فورمز اللي هو بيبقى شكل قريب كده من الباليه والجمباز، بيتلعب على بساط اكبر شويه، تتامي بساط مش حلقه. بيبقى فيه عروض سواء بسلاح او من غير سلاح على نغمات الموسيقى. فانا بعمل شكل قتال قتال بس مرتبط بالموسيقى. تمام. بشكل جمالي في بساط مفتوح. ده وقته وليكن يعني ليه وقت مختلف، وكمان البساط بتاعه شكله مختلف. في اساليب اخرى من القتال اللي احتساب النقاط فيها بيتحسب طبقا لمهاره الضربه، زي السيمي كونتاكت مثلا، الضربه الطايره ليها نقط، والضربه الاقل ليها نقط، والضربه
كده. طب في انواع اللي هي اكثر قوه، اللي هي بتلعب على الرينج، اللي بنسميها الرينج ده ايه ستايل، بقى؟ اللي بتلعب على الحلقه. ده يا فندم خلاص اهو بقى لا، رجلي ده ام ام اي، ده ام ام اي. هو ده كيك بوكسنج بتلعب على كيك ام ام بوكس، اي. رجلي وايدينا اهو. يعني مش بس انا بتمنى ان ابعت لكم ماده، اتمنى هي اللي تتحط، لان عشان طيب. تبقى معبره اكتر عن كده. طب يا ريت. ان شاء الله. ده الغلط مني ان انا ما بعتلكوش لا ماده. لا خالص ان شاء الله. كنا بنتكلم في انهي نقطه؟ بنتكلم في ان اشكال القوانين لكل ده ستايل من ستايلاتنا الام ام اي، واللي في آه. السكوت ده ستايل، اسلوب من اساليب طب الكيك دي بوكسنج. برضو في لجنه من اللجان؟ لجنه من لجان الاتحاد تمام. المصري للكيك بوكسنج. في بقى اللي بيتلعب على الرينج ستايل، اللي بيتحسب فيه كل ضربه بنقطه، يعني ضربه البوكس بنقطه، ضربه الرجل بنقطه، ضربه الركبه بنقطه. طيب يعني نقدر نقول ان كل شكل من الاشكال له بعض القوانين اللي بتختلف، لكن في قوانين عامه هي بتظل او مظله للعب. الاساس الحفاظ على اللاعب، الاساس سلامه اللاعب. تمام. ده الاساس عندنا. طيب عايزه اعرف اللاعب لما بيبتدي ان هو يدخل لعبه الكيك بوكسنج، بيقرر ان هو يعني يتخصص في اي من 7 اشكال ديت، ولا المفروض بيمر على ال7 اشكال وبيشوف هو ممكن يكون جيد في ايه عن طريقه هو ولا عن طريق الكابتن؟ بصي، المدرب عندنا هو اساس الكيان. تمام. المدرب ده هو اللي بيستقبل اللاعب وهو جاي اول يوم. حضرتك ممكن يبقى ده ليكي ابنك الصغير داخله بيه واخوه مش عايز يلعب اللعبه دي، ويبقى انا شايف ان الولد ده هينجح اكتر من اخوه. احنا كمدربين المفروض انه بيؤهلوا ان لما بيجي لي حد، بيجي لي ولي الامر ومعاه ابنه وبنته وجاي يختار حد منهم، جاي يختار اللعبه دي، اخلي ولي الامر الراجل والست واولادهم يلعبوا اللعبه دي بالانواع المختلفه. دي شغلتنا، الماركتنج بتاعنا، عشان كده احنا بننجح. ايه الحكايه؟ ان انت عايز قوه عندي، انت بتحب بسكوته شويه وبتحبي الاستعراض والجمباز عندي يبقى موجود. طب انا محتاجه لو اتحطيت في موقف اعرف ادافع عن نفسي، عندي سيلف ديفنس، عندي لجنه خاصه في الاتحاد ما اتكلمش عنها للسيلف ديفنس. لو حصل لك موقف في الشارع، حد بيمسك شنطتك، حد بيمسكك من شعرك، حد بيشدك، اتعرضت للموقف، احنا عملنا مبادره كبيره اسمها لا للتحرش، نعلم الست ازاي تدافع عن نفسها. لا للبلطجه، نعلم الولد اذا اتحط في موقف، شفنا مواقف في المجتمع واحد مات عشان بيدافع عن حد، لا تقدر تدافع عن نفسك، انك تحافظ على حياتك. فبنقدر ببساطه نعلم البنت او الولد او الست ازاي تدافع عن نفسها في اي موقف. تمام. يبقى كده كل الاسره ممكن تبقى جوه رياضه الكيك بوكسنج، بدل ما اروح انا اروح في حته وابني يروح في حته وجوزي يروح في حته، لا احنا كلنا في نفس المكان. طيب عايزه اعرف في شروط معينه للالتحاق باللعبه، يعني ليها علاقه بالسن؟ يعني انا واضح كده انك قلت السيده وزوجها والولاد، فواضح كده ان ليها مراحل مختلفه ما فيش مشكله فيها. في سن معين بتتوقف عنده اللعبه؟ تعالي نقسم اللعبه شكلين. تمام. في جزء اسمه ممارسه الرياضه، وفي جزء قطاع البطوله في الرياضه. تمام. ممارسه الرياضه اللي جاي يلعب رياضه، لو راجل عنده 90 سنه هعلمه. حلو. لو ولد صغير عنده 4 سنين هعلمه. مش مرتبطه بسن. لو ست تخينه ست رفيعه هعلمها. يبقى الامر بالنسبه لي ولا مرتبط بزين، لو معوق هعلمه. تمام. ده اللي ممارسه الرياضه. لو جالي حد عنده اي مشكله هعلمه، لان في الاصل اللي بيلعب رياضه دفاع عن النفس جاي يدافع عن نفسه ضد حد قوي، يبقى مش هو بقى اللي صاحب البنيان القوي. ممكن حضرتك اخليك تدافع عن نفسك ضد اي حد. تمام. اي حد ممكن اقوى منك بمراحل. تمام. ده واحد. دي ممارسه الرياضه. البطوله ليها مقاييس نفسيه وبدنيه اللي اخترنا بيها لاعب يمثل مصر دوليا، مقاييس نفسيه وبدنيه ومهاريه وخططيه عشان اللاعب ده يبقى بطل. هنا بقى اخده من الممارسه، وانا بقى عندي كل ولاد اهو، البنت والام وجوزها واولادها بيلعبوا، واقوم منشل تعالى انت ممكن تبقى بطل. وانا كمدرب بقى اهتم بيه واديله التجهيز والاعداد المناسب انه يخش في طريق البطوله. اجربه بطوله في بطوله لحد ما يلعب البطولات الكبيره في مصر، اللي منها نختار منتخبات قوميه، اللي منها يطلع بطل زي ابطالنا اللي انا ما قلتش اسمائهم. تمام. مندو الجميل، احمد اسماعيل، سماره، مودي، شهد هيثم، اكرام، ايمان هاني، الابطال الجمال دول هيطلع زيهم كتير 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 الايام الجايه ان شاء الله. طيب عايزه اعرف، علشان انا خدته من الهواه اللي هو البطولات، سن معين مرتبط بقى ان يدخل البطوله؟ يعني انا لازم انشئه من صغره علشان يوصل للبطوله، ولا ممكن يدخل في سن شباب ويكمل ويبقى بطل؟ بصي، احنا بيخش بطوله الرياضه من 4 سنين. تعالى ده العادي. يلعب بطوله، بنلعبهم بطولات صغيره كده من 6 سنين 7 سنين. تمام. بطولات دوليه من 9 سنين بنلعبهم. نقدر نختار لاعب 13 سنه و14 سنه يبقى كويس جدا. بيجي لنا ناس طفره اوقات، انا جالي ولاد عندهم 17 سنه وبقوا ابطال دوليين. يعني جالي ما ده السؤال، يعني في العادي انت بتربي البطل. تمام، في العادي. في العادي المفروض ده دور الاتحاد، ان هو بتربي بطل يكمل معاك. عارفه كنت بكتب عنوان كده زمان، انا اشتغلت مدرب كتير في حياتي،
قد يكون في بيتك بطل ساعدنا على اكتشافه. يعني ممكن يبقى في بيتك حد من ولادك اللي هو بيفضل ينطط ويكسر ويطلع وينط ده بطل وانت مش عارف. هاتهن واحنا اللي بنكتشفه. احنا بنكتشف قدراته وامكانياته ونحطه على التراك الصحيح اللي يبقى الطاقه اللي انت شايفها طاقه زايده، ولا الولد ده عامل لي مشاكل، ولا بيضرب زمايله، ولا مش عارف ايه، او الولد ده بيخاف. الطاقه اللي هو الشكل اللي انت مش راضي عنه ده ممكن يبقى بالنسبه لي انا ده الاساس ان انا اعمل منه بطل. فانت كسبت على الناحيتين، ابني بقى احسن صحيا بدنيا احسن نفسيا احسن، وكمان خلقت منه بطل اشتركنا فيه مع بعض صنعناه لمصر. طيب تهايل، انت خدتنا بقى كده اللي يمكن جزء كل الدراما الرمضانيه او كل الناس اتكلمت عن هذا النوع من الدراما الرمضانيه واللي اهتمت بالحاله النفسيه. بنشوف ولاد اشقياء جدا واحنا مش عارفين هم اشقياء ليه. واضح داخل المسلسل اللي تم اذاعته بالفعل على مدار 30 يوم في رمضان، خلي بالك من زيزي، كان بيناقش قضيه او نقدر نقول مشكله نفسيه. احنا بنشوف الولاد مهايبرين زي ما حضرتك قلت كده، انا ابني مهايبر في البيت بس انا مش عارفه اعمل له ايه، عمال يكسر، وده بالفعل اللي فعلا قدر ان المسلسل ان هو يناقشه. جاب الشكل ده وقال ان رياضه الكيك بوكسنج هي اللي ساعدتها ان هي تقدر، حتى كانت في المفروض يعني بنت كبيره وبنت صغيره، البنت الصغيره عشان يقدروا ان هم يربوها صح دخلت بالفعل الرياضه دي، وكانت دي من الرياضات اللي كانت بتخرج عندها الطاقه وظبطت الحاله النفسيه اللي عندها. الرياضه دي بقى ودورها في الحاله النفسيه بشكل عام، وانت قلت يمكن على حاجه بسيطه كده اللي هو طبعا الاضطراب الحركي ده يمكن اللي كانت بيناقشه المسلسل، لكن انت كده اخدتنا ان الرياضه دي لها علاقه بالحاله النفسيه او ليها علاقه بان انا اقدر اعمل كنترول على ابني اللي انا شايفاه شقي جدا في البيت. الرياضه ودورها في الحته دي. تعالى اقول لك، ممكن مع بعض ابني بيخاف بيضربوه في المدرسه، ثقته في نفسه قليله، حابسينه طول الوقت، هاتهن في الرياضه. احنا مع بعض هنظبط اللي في البدايه اثرته فيه. يعني ايه؟ هنحاول نخليه، مش هنحاول، الرياضه دي بتعمل كده، بتكسبه ثقته في نفسه، بتخليه عنده قدره انه يدافع عن نفسه، بعد فتره بيعرف انه عنده قدره لده فبيتزن. عندي ولد عنده فرط حركه، عنده مجهود، يعني عنده طاقه كبيره جدا مش عارف يوديها فين، هاتهن في الرياضه دي، بناخده في الرياضه دي، الطاقه دي بنضيعها لك، بيطلع لك بيرجع عايز ينام. ليه؟ لأن كل طاقته حطها في مجال رياضي صحيح. والدور الأساسي هنا بقى للمدرب اللي هو بالنسبة لنا هو الدكتور النفسي، وهو أدام وصلته للمدرب ده، المدرب ده بياخد طاقته دي ويوظفها. عندي ولد بيأذي غيره، طب لو لعبته الرياضة دي هتضره؟ لا، الرياضة دي تهذب النفس، لأنك مهما كنت قوي هتقابل الأقوى منك. تمام. فاعرف، لأن احنا بيجي لنا ولد شايف نفسه إن أنا البطل، فيتحط نوزن القوي فيه أقوى والضعيف مين قوي، فبنبقى مع بعض بنخلق انسان رياضي صحيح البدن. لو قدرنا نخليه بطل ده موضوع تاني. فهو ده دورنا في المجتمع، دورنا في المجتمع ان نكمل الناقص عند اطفالنا ده. فانا بقول من كلام حضرتك، بقول لكل اب وكل ام، عندك ابنك في البيت عندك معاه مشكله، طلعه لمدرب الكيك بوكسنج في النادي. انا بوعدك ان مدرب الكيك بوكسنج المؤهل عندي ده هيساعد ابنك انه يبقى افضل، كمان ممكن اكتر من كده يبقى بطل كمان. والله يا كابتن يعني انت قلت يعني خلاصة الموضوع بمنتهى البساطة، ويمكن ده اللي احنا فعلا شفناه ولمسناه في رؤية الجديدة بقى، ان احنا ازاي نناقش مشاكل ولادنا او نحاول نحطهم على التراك الصحيح فعلا بالرياضة. ويمكن رياضة الكيك بوكسنج احنا بنسمع عنها كتير، وطبعا حضرتك وضحت كمان الصورة بشكل كبير قوي. احنا بنشكرك جدا وبنتمنى لكم كل التوفيق، ويا رب ان شاء الله يكون عندكم المزيد من البطولات وتحقيق الكثير من الانجازات على المستوى العام. نشكرك جدا يا كابتن، انت منورنا. عايز تقول حاجه؟ قول لي. عايز اقول لك ان البرنامج ده من زمان قوي، من قبل ما نبقى اتحاد، وكان دايما بيستضيفنا استاذ هشام زمان وحضرتك النهارده استاذ رباب المهدي. انا متشرف بيكم، وانتوا برنامج رائع بيوري الصوره الرياضيه للالعاب الشهيده في مصر اللي الناس كتير ما بتجيبهاش، انتوا من خلالكم بتظهر. انتوا كان ليكم دور في تاسيس الاتحاد ده، بشكركم على الماضي وبقول لكم مع بعض ان شاء الله في المستقبل لعبتنا هتوصل لاعلى مكان في العالم ان شاء الله. ان شاء الله. احنا نشكرك جدا يا كابتن، كنت منورنا. كابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري لرياضه الكيك بوكسنج، بنشكرك جدا، كنت منورنا في ملاعب وابطال.
بكده مشاهدينا نكون وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا النهارده، اتعرفنا فيها على رياضه الكيك بوكسنج وازاي كمان الرياضه دي قدرت ان هي توصل لبطوله افريقيا وكاس افريقيا للكيك بوكسنج. بنتمنى لهم كل التوفيق، وبنتمنى الاتحاد ان هو يكمل مشواره مع لاعبيه ويوجد لنا فعلا المزيد من الابطال والبطلات وكمان المزيد من البطولات والانجازات. وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا، تحياتي وتحيات فريق العمل وملاعب وابطال.